قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مليء بالبشرى: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. في ناس كتير بتقول لك احنا كده كده ما عبدناش الاصنام، ما عبدناش الاوثان، ما عبدناش حجاره، فيقول لك خلاص انا لا اشرك بالله شيئا فهدخل الجنه. في قول لله سبحانه وتعالى يقول: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ففي هناك الرياء وهو الشرك الخفي، ادق وارق من دبيب النمله. هذا الشرك الخفي الذي قد ترائي الناس بتعمل عملك لترضي الناس. هذا الشرك الخفي اللي هو انت ممكن تنافق عشان مصلحة، اللي هو انت ممكن تنافق عشان امر من امور الدنيا، عشان اجر من اجور الدنيا. فاوعى تفتكر ان الامر مرتبط بالشرك بس الاكبر، ان انا اعبد صنم واعبد حجر. لا، زي اللي عبدوا الاضرحة، زي اللي راحوا سجدوا عند الاضرحة، زي اللي ما تستمسحوا بالاضرحة، كل هذا شرك بالله.